الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة نيد الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعم لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يذكرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ
في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا مهدرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسلكوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستخفوا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حي ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب
هذا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا وطبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سيدنا الحسن والحسين وسيدنا الحمزة والعباس جميع أهل بيت رسول الله، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابة رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا علي بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى وأصول مفرم، ثم إلى روح سيدنا المقدم سيدنا الإمام الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وجميع أولاده وذريته وأصول مفرم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ عمر المحضر والحبيب علي بن أبي بكر السقران، ثم إلى روح فخر الوجود سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وذريته وأخيه أبي بكر بن سالم، ثم إلى روح قطب بن الفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطاس والشيخ علي بن عبد الله الباراس، ثم إلى روح قطب الإرشاد ووسيل البلاد والعباد الحبيب بن الإمام عبد الله بن علي والحداد صاحب الراتب وأصول الفرم، ثم إلى روح سيدنا، ثم إلى أرواح أهل الزنبال وأقدار وبشار والفريد والبكي والمعلى وسبيكة ومجنة العرب بكيريان وأصول مفرهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيبنا علي بن محمد بن حسين الحبسي ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، خصوصا من لا زائر لهم ولا ذاكر يا رب العالمين، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أصرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد، المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أحلى الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواجه برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لهدمه وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المهبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تقرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من هضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجود أكناف الوجود وطرزت برج العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فتله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد. من عالم الإمكان حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سن اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب نعم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر القول بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلالا
وهو من فوق علم ما قدرت رفة في شؤنه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحال في تعقل معانيه الجلال. انتصر منه في عالم البطون والدهور ما ملع الوجود الخلق ينور. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. نور المصطفى نور المصطفى الأكوان ملأ نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. شمس الكمال يا نور العين. حبيبي حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى صلى الله عليه نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور الكل والقوم ملك الرواد. نور الكل والقوم ملك الرواد. كم محب الله إلى الأراضين. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. يا الله يا بدي بلغنا جميل. يا الله يا بدي بلغنا جميل.
الشفيع غير القادر حبيبي محمد صل عليه غير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى من الأكوان فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تتضمنه الجنان من التسليك بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتشريك شواهده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وحد الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بها العبودية وبرز فيها في خلقة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطنه لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين تقسوا المجد بقربه وتفيعوا دلال الشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص البشر الكريم بتقديم وتكريم نفذ القدرة الباهرة بالنعمة والسعة والمنة الغامرة
فانفلقت بين التشوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاف الكريمة والبطون فما من صلب الدمة إلا وتمت عليه من الله نعمة فهو كمرتم الذي يتنقل في بروده ليتشرف به واستقراره موضع خروجه وقد قررت الأقدار أزلت بما خضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهر صلى الله عليه وخصصت به من خصصت فكان مستفر في الأصل في الفاهرة والأرحم الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيا فرذوره وبهر فتعلقت حمر الراكم لهذه الهروب بأريوك في هذا القرطاس ما هو لديه من أذائب ذلك النور المعروف وإن كان لدي الرسول لا تفي بأسر معسار أو صوف ذلك الموصوف تسويكا للسامعين من خواص المؤمنين والتروه المتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرب الأكلام عن سرور خير الأنام ولكن حزني إلى التدوين ما حفظه من سر أشراف المخلوقين وما أكرمه الله فيه في مولده من الفضل الذي أما العالمين وبقيت رايته في كون منصورا على مر الأيام والشهور والسنين لا يتعلق بهذه حضرة الكريمة والعيد التصوف إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخل في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين قرب عوض هذا الحبيب على الذي السماوات والأرضون وما فيهن بترحيب، وامطار الجود إليه على أهل الوجود تثج، والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والقدرة كشف فينا هذا المسمور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور، نورا فاك كل نور، وآفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطنه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لك في هذا السمات الممدود. فحضرا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا، ومعه من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبغ الكمال من النور العمود، وبرز الحامد المحمود مدعين لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.
حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع في خير البقاع للستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصره العد مرحبا مرحبا مصطفى الهادي
مرحبا مرحبا يا عيني مرحبا مرحبا نادى سعيني مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعى وبجاهي يا إلهي تتوى بلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر الله عليه كل حين صلى الله على محمد محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجرها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد
النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وبارك عليه وعلى يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالغالي قطب الأكوان الغبي والسمان يا الله يا رحمن جد لنا
شيخنا يا سمك يا شيخنا يا سمك يا قطب من بالأكوان ما كنت شيخا له فلم يرى اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا يومنا هدى إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هدى يوم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا نور الذي عرج السماء فوز جادت سليمة بالوصال لتكرما
فسر السرور إلى الفؤاد وخيما صلى في جنتي مشقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما صلى على يا فوز شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق كان في الحشا وتكاتم صلى على السماء من فوز الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله وسلامي لرسول الله الحمد أزكى صلاتي وسلامي برسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه Habib Muhammad Al-Kaf baca doa maulid. Amin, amin. امين اللهم امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب. اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الاسماء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العنصب وتلين بها الشؤون وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معاد لكل معلوم بالله. آمين آمين آمين. بجا آمين. ولما نظم الفكر من درائر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أي جعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا
وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إلهي تتوجه الآمال فتعود ضابرة، وعلى باب عزته تهد رهال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم امدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل بدادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بآجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شهر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا، أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظهره، وعم ببركاته وشرف جهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القائم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل ببلاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك صدقي في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.